قاعد سهران في الشغل عشان تاخد اوفر تايم على قلبك قد كده؟ طب تعالى الاول نحسب الاوفر تايم بتاعك. انا محمد مشالي وجايلك من سوق العمل. شوف يا سيدي، حسب قانون العمل ساعات العمل اليوميه 8 ساعات، وليك ساعه بريك مش داخله في حساب مرتبك، واجمالي عدد ساعات العمل الفعلي المفروض في اليوم بالاوفر تايم ما يزيدش عن 10 ساعات، وده عشان صحه حضرتك اللي انت مش عامل لها اعتبار. طب تعالى نعمل كده حسبه سريعه عشان نقدر نحسب بيها الاوفر تايم، بس خليك عارف الاول ان الاوفر تايم شريحتين، شريحه نهاريه قبل الساعه 5 وشريحه مسائيه بعد الساعه 5. فلو افترضنا انك بتقبض في اليوم 800 جنيه فعدد ساعاتك ال8 يعني الساعه واقفه ب 100 جنيه، ولو افترضنا انك اشتغلت ساعه اوفر تايم قبل الساعه 5 يبقى الساعه هتتحسب عليك ب 135 جنيه، ويبقى كده ساعه الاوفر تايم في الفتره النهاريه بواحد 35% من اجرك في الساعه العاديه، ولو عملت ساعه اوفر تايم بعد الساعه 5 اجرك هيكون 170 جنيه، يعني 1.7 من اجرك في الساعه العاديه. اما لو اشتغلت في يوم اجازه ليك مفروض تاخده اوفر تايم يوم كامل وتعوض اجازتك للاسبوع اللي بعده او تاخد مكانه فلوس، يعني اليوم بيومين. ولو جينا نحسبها بالفلوس يبقى انت هتاخد 800 جنيه وتاخد الاجازه في الاسبوع اللي بعده، او تاخد 1600 جنيه وما تاخدش مكانها اجازه. اما لو اشتغلت في الاجازات الرسميه يبقى هتاخد اجرك الاساسي زائد اليوم بيومين، يعني 800 زائد 1600 وبس يا سيدي. ملحوظه، عندي احساس كبير انك بتشوفني دلوقتي وانت موجود في الشيفت، هستناك تقول لي في الكومنتس بتشتغل اوفر تايم بمعدل كام ساعه في اليوم، وطبعا ما تنساش الفولو واللايك والحركات اياها.